هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اسألي يا نوار. هو صحيح الفلوس اللي هربوها في بنوك بره دي هيرجعوها ويوزعوها على الناس؟ اصلهم يعني بيقولوا كده في الراديو والتلفزيون. انا جالي الفيلم في صيف 2014، اوكي، وما كنتش في حاله فنيه، يعني اوقات بيجي لك نص وانت عندك حماس انك تقراه عشان تعمله، انت عايز تشتغل. انا كان عندي الحاله بالعكس، ما كانش عندي حماس قوي على الشغل، فكنت بقراه علشان انا بحب كتابه هالة، وهالة مش بتعمل افلام دايما، يعني بتعمل فيلم كل 3-4 سنين او اكتر، فبقراه اقرب لاني اخد فكره عنه، بس انا من جوايا ما عنديش النشاط الفني، ما عنديش حماس فني ان انا اشتغل جنرال. يعني حسيت انه فيلم انساني شديد يعني انا حسيت انه ما ينفعش ما اعملوش. السبب المباشر اللي خلاني أعمل الفيلم ده هو إن بدايته جاءت مع أنثى اللي هي هالة خليل كتابة وإخراجا، والبطل بتاعه أنثى أيضاً اللي هي منة شلبي. وأنا راجل في صناعة الأفلام أرى إن العنصر النسائي عندنا في الصناعة قليل بل نادر الوجود، يعني مش دايماً إحنا بنلاقي مخرجة ولا مؤلفة بالسهولة. فأنا لو العنصر ده موجود أحب أبقى في الفيلم. استاذ محمود حميده انا ما اشتغلتش معاه غير مره زمان في بحب السيما، وبعدين دي تاني مره. هو شخص يعني ظريف خالص وجميل جدا ودايما بيهزر وبس عنده طريقه كده. ايه يا اسامه اللي بتعمله ده؟ خضيت البنت وخضتني. انت فاكر اللي انت بتعمله ده هو اللي هيحمينا؟ اهو بيرد لنا التحية اهو. هو بيحاول يفكني كمنة ان انا نهزر معاه، وانا كنت بحاول احافظ على انه سي اسامه بيه. انا اسفه يا بيه والنبي ما تزعل مني، ما يحقلكش تسيبها تسافر في الظروف دي لوحدها، ما هي برضه خايفه عليك. خاف على مين يا بت؟ انا ما حدش يقدر يهوب مني. فما كنتش حتى قادره ان انا اهزر معاه في العادي، لانه انا كنت عايزه سي اسامه بيه، وهو بيهزر كده كده بينكش نواره. الأبيض طلع مش قوي. إذا ما قلت مش قوي يبقى طلع. قال يعني البت ذوق. مشوار الميه، لا ودي كانت خناقه بيني وبين هاله، تقول لي يا منى شيلي الجيركن جامد، اقول لا، تقول لي هو فاضي، او لا طب تعالي شيليه فتلاقيه مليان. يعني هو الجيركن مليان بس هو ما اعرفش ازاي باين فاضي، بس لا هو كان مشوار طويل، وبعدين كل الناس دي تشهد انه ما كانش فاضي. شيرين رضا انا بحبها خالص من زمان على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني. بالعافيه حاولت اكتر من ست شاهين هانم، لان هي طول الوقت بتنكشني وانا طول الوقت بهزر معاها، فكان عندي صعوبه شديده ان انا اتقمص نواره وهي ست شاهين اون سيت، لان انا اجي اقلعها البوت تبص لي عايزه اضحك بس بليز مش عايزه اضحك، فاهم؟ فكان في عندي صراع داخلي بره تقمص نواره، انه بليز يا شيرين ما تبصيليش قوي يعني. انا لما اتعرض عليا فيلم نواره بعتوا لي السيناريو، واللي عجبني فيه القصه ككل، مش دوري انا بس ولا دور حد تاني، بس القصه لانها بتحكي حياتنا احنا كمصريين حقيقي في وقت معين من الزمن، ايه اللي حصل فينا على كل المستويات. انا شاهين هانم الغزولي اكلم الناس في التليفون ما يردوش عليا، بعد ما كانوا لما يسمعوا اسمي وانا مش موجوده يقوموا يقفوا. استاذه هاله لما كلمتني اول مره استغربت ان هي يعني عايزاني اعمل الدور. قعدنا على الشخصيه وقعدنا على علي ده عامل ازاي، وقعدنا على موضوع الموتوسيكل ده هيتساق ازاي. انا مبسوط جدا بالفيلم ده واعتقد انه هيعجب الجمهور. رحمه جميله، يعني بنت جميله جدا، ما كانش عندنا غير مشهد واحد مع بعض او مشهدين. حرام عليكي بوتش ده غلبان. ما هو الغلبان ما بيجيش غير على الغلبان اللي زي. حبيتها خالص. مدام رجاء احلى حاجه في الدنيا. كمان عايزاني اشيلك دفنتي، انا بس خايفه اموت على سهوه وما تلاقيش شويه ميه في البيت تغسليني بيهم. فجأة جاني سيناريو نوارة ودور من أحلى الأدوار اللي أنا عملتها في حياتي، لأن الفيلم بيعالج قصة إنسانية رهيبة. وأستاذ أحمد راتب بينا كمان شغل جميل، يعني أنا بحب أشتغل مع أستاذ راتب، أنا اشتغلت معاه قبل كده، بس هو كمان يعني بتشتغل مع كبار بتكبر، لما بتشتغل مع ناس مؤمنة بالشغلانة وبالفيلم وحابة تعمله بتحصل حاجة كده
ليها علاقه بالاحساس بتخليك اصدق. فانا حاسه ان احنا كنا محظوظين قوي في الموضوع ده. احط الماب في الجردل وانضف الترابيزه واعدل السجاد واخرج من هنا. Egyptian Film Center goes to Mena Shalaby.